السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبايبنا سويت وياكم التشريب الأحمر باللحم كلش طيب وما ينشبع منه. هنا أنا عندي جدرية وعندي لحم، طبعا أنا سالكته 3/4 الاستواء. طبعا اللي متابعيني يعرفون إنه أنا ما أستوي اللحم كل الاستواء، أخليه ربع استواء للتهدير. ليش؟ نسيت 3/4 الاستواء بالسلق، لأن ورا حمس ورا تهدير فراح ينمرد عندنا وشكله يصير مو حلو، فنريد نحافظ على شكله ومستوي بنفس الوقت. هنا أنا حبايبنا راح أحمسه من بعد ما سلقته 3/4 الاستواء العفو مثل ما قلت لكم، وراح هيك حمسه سريعة بس يتغير لونه، أشوف لون لجحة تصير باللحم. راح أضيف عليه البصل والبوتيتا أو البطاطا. حبايبنا البوتيتا طبعا أنا أفضل إن تكون صغار، وإذا عندكم متواجدة هي والبصل بدون تقطيع يكون أفضل، شكلهم كلش حلو بالتشريب. فأني متواجدة عندي، إذا ما متواجدة عندكم عاد تقدرون تخلون مكعبات يعني كبيرة، بس أنا أنصحكم إذا عندكم بصل صغار لقطوا الناعمات ونظفوهن، يعني قشروهم وخلوهم، شوف شكلهم بعدين يعطيكم جمالية يعني منظر حلو بالتشريب. وهنا أنا راح أضيف حبايبنا فلفل أسود، وراح أضيف ملعقة صغيرة من بهارات المرق. وإذا ماكو حبايبنا بهارات مرق تقدرون تستكفون بس بالفلفل الأسود، لأن لا تضيفون أي بهارات ثانية راح يطغى على التشريب ويطلع عندكم مو طيب. فبهارات المرق حبايبنا متوفر عند العطار، كلش طيب طعمها. أنا استخدمها ويا مرقة البوتيتا ويا مرقة الفاصوليا، هم أخلي شوية ويا التشريب صراحة مال الأحمر كلش طيب. وهنا أنا راح أضيف 3 معالق من معجون الطماطة، طبعا معالق متروسة لأن إحنا مسوين تشريب والتشريب نريده ثخين بهاي الطريقة. وهم راح أحمسهم إلى أن تطلع ريحة المعجون حبايبنا، ريحة المادة الحافظة البيه تطلع، راح يعطينا طعم كلش طيب. حبايبنا إذا واصلين وياي اللي هنا مستمرين وياي حطوا لنا لايك من يديناتكم الحلوة، واشتركوا بالقناة حتى تصعد قناتي بوجودكم الطيبة إن شاء الله، وأكثر عدد من الناس هم تستفاد، والبنوتات الصغار اللي داخلات على المطبخ جديد هم يستفادون. طبعا أنا جاي أقدم لكم أطباق جدا بسيطة وطيبة بنفس الوقت. وهنا أنا هذا مي اللحم اللي سلقت بيه اللحم، أنا تعمدت أكثر مي باللحم على مود أستفيد من عنده للتشريب. ليش أخلي مي؟ وإذا شفتوا مي اللحم مالتكم قليل حبايبنا تقدرون تكملوه بمي بوري، يعني مي هام فاير يفضل. وهنا أنا رشة من الملح، والملح يبقى اختياري أكيد نذوقه، والملوحة اللي نوصل لها نخليها يعني. وهنا 3 نميات بصرة، احنا نسميه نمو بصرة حبايبنا، أو ليمون مجفف. وهنا أنا عندي حمص أنا سالكته ومفرسته، صراحة أنا ما أستغني من التفريزات، وما شاء الله بالحصة جاي يطونه حبايبنا، نقعوه ليلة كاملة وسلقوه وضموه بالمجمدة بالفريز يفيدكم للتشاريب. وهنا أنا من بعد ما تهدر شوفوا لي المنظر شلون يجنن، من تطفح عندكم هذا الزيت بالتهدير يعني معنات مرقتك تجنن أو تشريبك يخبل. وهنا أنا بديت أصبن حبايبنا، ما وصف لكم الطعم سهمكم العافية. جربوه حبايبنا كلش طيب هاي الطريقة وسريعة وما يراد له أي شي، بس أنا يعني ملاحظة عندي لكم أهم شي التهدير بالأكل، راح يطلع وياكم التشريب أو المرق كلش طيب. شوفوا هنا أنا شوية راح أقدم الكاميرا على مود تشوفوني شلون راح أشرب الخبز بالتشريب، شوفوا لي ثخنة وجماليته. ولهنا أنا خلص فيديونا حبايبنا، وإن شاء الله ما تبخلون علي من إيديناتكم الحلوة باللايك على مود يصعد القناة، يصعد المقطع وتشوفه أكثر ناس وتستفاد منه. ومع السلامة.